وأن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ليس بمخلوق. القرآن من كلام الله، القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وصفات الله غير مخلوقة، وصفات الله غير مخلوقة. فالقرآن كلام الله لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. هذا الاعتقاد يشمل الحروف والمعاني، يشمل الحروف والمعاني. القرآن نزل من عند الله، نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام بوحي أوحاه الله إليه، فنزل به على رسول الله عليه الصلاة والسلام. منه سبحانه وتعالى بدأ وإليه يعود. وضح هذا التقرير كما قلت عليه الأدلة الكثيرة المتكاثرة من نصوص الوحيين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه الإجماع، إجماع أئمة العلم وسلف الأمة الصالح. قال الله جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، الآية. ويقول سبحانه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، وغيرها من الآيات. أما من السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. وأخرج الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فالنبي المصطفى صلى الله عليه